إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبو لهب، دق الباب، فإيش قال أبو لهب؟ قال والله أتاني هذا الرجل في هذه الساعة لألبين له ما شاء، من كان أنه يكون. لما فتح الباب وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو لهب ادخل، ماذا تريد؟ ادخل. فقال له يا عما جئت لا أريد منك شيئا إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له تبا لك ألهذا جئت؟ ثم أغلق الباب بوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كانت هذه هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة العسكرية للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وصلى عليك الله يا رسول الله. فالحياة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو النقطة الثانية التي استغلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانت نقطة الحشد، بأن عرف كيف يحشد المسلمين واحدا تلو الآخر ولا يثيرن الفتنة. لماذا؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم على حق. لو كان على باطل كما هؤلاء اليوم لفعل نفس ما فعلوا، يثيرون الفتن ثم يخرجون الناس حشود، يخرجونها لأجل ماذا؟ لأجل أن يقتلوا، لأجل أن يأخذوا أموال الناس، لأجل أن يسرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقطة الثانية، وهي النقطة الثالثة، وهذه الحشد بدأت 14 عام والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع لها. انتهت يوم معركة بدر الكبرى. من بعد معركة بدر الكبرى بدأت نقطة أخرى، وهي تعرف بنقطة ماذا؟ بنقطة الدفاع، وهي من يوم معركة بدر إلى معركة خيبر. بعدها بدأت النقطة الثالثة، وكانت النقطة الرابعة، وكانت نقطة ماذا؟ نقطة الهجوم. وبدأت من معركة خيبر إلى معركة حنين. هذه الأشياء كلها كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يأتي بها إلا الحق. وكانت من تباين مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب أنه صلى الله عليه وسلم بعد معركة حنين جاء وقت آخر، وهو وقت التكامل. والتكامل عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به إلا ليعرفن دين الله، وما أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلا لمعرفة الحلال والحرام. فكان الحلال بين والحرام بين كما هو اليوم. فإنه صلى الله عليه وسلم بين عدم الخروج على ولي أمر المسلمين. حتى مررت لابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى إذا مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن يتولى موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل تنساب الدنيا؟ قال لا تنساب الدنيا، إنما يتولى ذلك الأمر ولي أمر المسلمين. فقال في إيجاب حق السلف، قرأت الإمام الغزالي في إيجاب حق السلف بأنه يحرم رفع الصوت على ولي أمر المسلمين. عندما شرحت لهذا الرجل هذا القول هل تأثر؟ بالعكس، ما زاد إلا تصميم على ما قاله. حتى أن بعض الأصدقاء الشباب يحفظهم الله تبارك وتعالى، وهم ممن يدرسون في مدرسة الإمام البخاري في مدينتنا، نسأل الله عز وجل بأن يثبتهم على ما هم عليه، ونسأل الله عز وجل بأن يأتي للتوفيق. وخاصة أشكر أستاذ جميل جدا، هذا الأستاذ والله جميل جدا، يبين وكان يبين حتى أنه خرج للشباب وردوها الشباب، كان يخرج الشباب يردون الشباب وهو يعود إلى الشباب يبين لهم الكلام، يبين لهم عدم ذلك. وكذلك والله أشكر بعض المدرسين منهم الأستاذ عبد الله بن صغير البب في مدينتنا، وهو يدعي إلى الحق. مثلا مرة أقص عنه قصة، مرة أنه في هذه الأيام في هذه الأيام كان يخرج يدعو في هذه الأيام، يدعو الشباب للعودة إلى بيوتهم. خرج. وكان هناك تجاوب.